دي ارخص تجميع، وتحداك انك تعمل تجميع ارخص من كده وتكون بالقوة دي. فخلينا متفقين على حاجة، ان التجميعة دي ب APU، وهتعرف ليه انا التجميعة دي عملتها ب APU. بس كمل للفيديو عشان هتعرف سعر التجميعة دي ايه في الاخر الفيديو. وكمان هقول لك ايه التطويرات اللي انا انصحك انك تجيبها. فخلينا نبتدي بأول حاجة مع المعالج، وهو الرايزن 5 4650G. المعالج ده أقوى معالج APU في الفئة السعرية دي. أنا لما اخترت المعالج ده كان مستعمل، وكل حاجة في التجميع دي مستعملة عشان أقدم لك قيمة زي دي بالسعر ده، فلازم إن كنت أجيب حاجات مستعملة. وكمان أقدر أقولك إيه الحاجات اللي تقدر تجيبها جديدة في آخر الفيديو. فانا جيت هنا شفت كاتب ان الديسكريبشن بتاع الراجل يعني حاجه نضيفه قوي مع الفاتوره واستعمال نضيف وما تعملوش كسر سرعه. فالمعالج الرايزن 5 4650G معالج جبار في فئته السعريه دي. المعالج ده انا قدرت ان انا اخده بسعر 3500 جنيه. باين انه معاه المروحه بتاعته. فخلينا بقى نروح لتاني حاجة، وهي البوردة اللي أنا أخدتها، اللي هي MSI A520 برو جيمنج. البوردة دي أرخص بوردة، وكمان يعني عشان لو حبيت تطور عليها، بس أنا منصحكش إنك تطور عليها عشان مش أحسن بوردة في التطوير مستقبليا. يعني ممكن مثلا تحط عليها معالج زي 5500. أنا شايف إن ده آخر حاجة تحط على البوردة. برضه البوردة دي مكتوب إنها استعمال جديد، استعمال أسبوع تقريبا، بسعر 2700 جنيه. كده إجمالي التجميعة، إجمالي التوتال، إجمالي الاتنين دول مع بعض حوالي 6200 جنيه. لسه في حاجات تانية، أنا زي ما قلتلك التجميعة دي كلها مستعملة عشان تاخد أفضل قيمة بالسعر ده. الرامات اللي أخدتها رامات عادية جدا، 16 جيجا DDR4 بسرعة 2660 بسعر 1100 جنيه. يعني شايف إنه سعر حلو جدا بالنسبة للرامات دي. وكمان دول الشانل عشان معالجات APU منصحكش إنك تجيب رامة واحدة، حتى لو هتجيبها 32 جيجا مع معالج APU منصحكش بيه عشان تاخد أقوى أداء منه. طيب كده التوتال ايه؟ كده التوتال 7300 جنيه. نروح بقى للهارد اللي انا اخدته. انا اخدت هاردين، اخدت هارد 1 تيرا HDD عشان الالعاب والملفات الكبيرة بسعر 1200 جنيه مستعمل، عشان الجديد منه سعره يعدي 1500 جنيه. فانا شايف ان الهارد تاخده مستعمل. واخدت كمان هارد SSD 256 جيجا للويندوز، وتحط عليه مثلا لعبة أو تحط عليه الحاجات اللي هي طالبة السرعة. مكتوب إن الهيلث بتاعه 100 بسعر حوالي 850 جنيه. نيجي بقى لل الباور اللي أخدته من جيجا بايت 500 واط. طب ليه ما خدتش باور 600 واط؟ خلينا متفقين ان لو اخدت باور 600 واط فانا السعر هيعلى، لان زي ما شايفين باور 500 واط مستعمل بحوالي 800 جنيه. انا بعمل لك تجميع APU اقتصادية، كمان واخده من جيجا بايت. يعني كل القطع دي دايما لازم تعمل عليها تيستات، مش تيست واحد، لازم تعمل عليها تيستات عشان القطعة دي مستعملة. انا لما شفت الكيسات بقى، الحاجة اللي هشيل كل قطعة تجميع، اخدت كيس عادية جدا بتقريبا 600 جنيه. انت تقدر تاخد كيس الشكل اللي يعجبك، بس يكون يعني مفضلش ان يكون RGB عشان الميزانية ترفع معاك جامد. وانت ممكن بدل ما تدفع في الكيس مثلا 2000 أو 3000 عشان RGB، توفر بيهم حاجات تانية، مثلا تزود الهارد، تزود الرامات،
زود البوردة. انا اخدت الكيسة دي يعني ب600 جنيه. انت ممكن تاخد كيس في حوالي من 400 لغاية 800 جنيه عشان الميزانية مترفعش معاك جامد. انا الكيسة دي كانت ب600 جنيه. كده اجمالي التجميع 10,750 جنيه. حاجة في النضيف منه، تجميع بيو محترمة. طب ايه الحاجات اللي ممكن تاخدها جديد؟ بس سعر التجميع هيرفع عن 12,000 جنيه. ممكن تاخد الرامات، او هنا ممكن تاخد ال SSD جديد، عشان لو انت مقلق منه ممكن تاخد ال SSD جديد، تاخد الرامات جديدة، بس السعر هيرفع معاك جامد. البوردة بقى دي اول حاجة طارة في المستقبل. احنا جينا خلاص خلصنا حتة التجميع، نيجي لحتة التطويرات. اول حاجة تطورها في المستقبل لو انت ناوي انك تطور المعالج، تجيب مثلا حاجة معالج مع كارت شاشة قوي زي ال5600X، فانت لازم تجيب بوردة زي الB450، او لو هتروح لمعالجات من رايزن 7 او رايزن 9 فلازم تجيب بوردة B550 عشان محصلش اي مشاكل. في المستقبل طبعا يفضل انك تاخد هارد 1 تيرا SSD NVMe M.2، وتزود طبعا الباور، بدل ما هو 500 واط تخليه 600-700 واط. والمعالج برضو ممكن تجيب حاجة زي ال5600X، ومع كارت مثلا زي ال2060 او ال3060، وهتحس طبعا الفرق رهيب. طب التجميعة دي تقدر تلعب عليها ايه؟ التجميعة دي تقدر تلعب عليها بعض الالعاب التريبل اي والعاب الشوتر بفريمات كويسة جدا. ولو عايز تمنتج عليها الحاجات دي هتكون بداية موفقة جدا. الباور ده ممكن تاخد مثلا كارت زي ال1650 هيشتغل معاك، او ال580 برضه هيشتغلوا معاك كويس جدا بالباور ده. بس انا افضل انك تعلى بالباور شوية لو انت ناوي تجيب كارت عشان لو كسرت سرعته. بس كده نكون خلصنا فيديو النهارده. هكون عملت لك ارخص تجميع سنة 2025، ولا بتلاتينات ولا بعشرينات. ان التجميع دي ب10,750 جنيه، حاجة في النضيف منه عظمة اوي.